شكلكم اصحاب صح؟ طيب عايزين نصور معاكم بقى. اوكي طيب. قولوا لي كده، اول حاجه بتيجي في بالكم لما بتسمعي كلمه صاحب؟ زنا جدا. حلو جدا. طيب ايه الحاجه اللي استحاله تقبلي انها تكون موجوده في صاحبه عمرك؟ الكذب او النفاق. لا واثقه من نفسها مش واخد بالها الكدابه والنفاقه. كده؟ ما ترضيش ان صاحبتك تكون كدابه. بتعملوا جرايم مع بعض؟ جدا جدا. كلمه الصاحب ساحب دي صح؟ عارفين يعني ايه الصاحب ساحب؟ يعني طب قولي لي يعني ايه؟ الصاحب بيجر، مثلا لو انا كويسه هجر صاحبتي لحاجه كويسه، لو انا بقى وحشه هجر صاحبتي حاجه وحشه، او العكس. حلو. قولي لي عن اغنيه كده بتعبر عن صداقتكم. الاغنيه بتاعت اليسا. يلا فاكرينها؟ قولوا لي. اللي عايشين الدنيا سوا، عايشينها من وقت لغايه من اولها. طيب احمد سعد لما قال صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، كان فعلا بيتكلم جد؟ انتوا شبه بعض؟ انا دلوقتي زي بعض جدا. يعني احنا نفس كل حاجه بجد. يعني بعد كذا سنه فعلا بنلاقي ان الناس او الصحاب القريبين فعلا بقوا شبه بعض، ده كلام حقيقي؟ يعني عايزه اقول لك حاجه، انا اعرفها من ابتدائي. بجد لا يعني. طب اعمل لكم اختبار، ايه اكتر اكله هي بتحبها؟ محشي. ده فعلا؟ لا انا خد يا حسين، امك بعتلك شويه المشي دول. ربنا يبارك فيها. وانتي بقى قولي لي ايه اكتر مشروب هي بتحبه؟ انا بتحب اي حاجه فيها قهوه، بتحب بصي اي حاجه فيها كافيين دي انا دايسه فيها. لا ده انتوا صحاب بجد. مبسوطه قوي ان انا شفتكم، ان شاء الله ربنا يديم صداقتكم حبايبي. شكرا. صحاب. طب اول ما تسمع كلمه صاحب ايه يجي في بالك؟ صاحبي يا صاحبي، اغنيه احمد سعد. انت اللي لوحدك شبهي، عايز تقول ان هو بقى شبهك يعني؟ شبهي عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحاجه اللي ما تقبلش انها تكون موجوده فيه؟ خيانة الامانه. انتوا اصحاب عمل؟ طب قول لي اول صاحب اتعرفت عليه في المدرسه، فاكر اسمه؟ فاكر اسمه محمد ضف الله. كنت في المرحله ايه ولا ما تفتكرش؟ في ثانيه ابتدائي. لسه فاكره لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. قول لي كده، ايه الموقف اللي بيحصل ما بينكم ولما بتفتكروه بتقعدوا تضحكوا حتى لو بينكم وبين بعض والناس اللي حواليكم مش فاهمين؟ واضح ان الموقف كان يعني فاكرينه لحد دلوقتي انتوا الاثنين. طب اسئله الصحاب بقى، قول لي ايه اكتر اكله هو بيحبها؟ كشري. بتحب الكشري فعلا؟ وجبه رسميه. طب ايه اكتر مشروب هو بيحبه او بيشربه كتير؟ القهوه. ده صح؟ طيب قول لي 3 في اليوم. كلمه الصاحب ساحب دي كلمه حقيقيه؟ صاحب ايه؟ الاصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. الصاحب ساحب. ساحب طبعا. طبعا. بتفكرك بايه الكلمه دي لما بتسمعها؟ يعني لما حد يقول لك ايه يا عم بلاش فلان ده الصاحب ساحب، معناها ايه عندك؟ الانسان بيتقاس على الانسان اللي معاه، لان دايما الصاحب فعلا ساحب. دلوقتي انت جايه علينا فانت شايفه ان طبعه ده سيء، انا غصب عني انا سيء. شايفاه منظر حسن تمام محتشم ماشي في حاله واخد بالك تغاض البصر وكده، فانت خدت الانطباع على طبع الشخص اللي معاه. ايوه. بعد وقت فعلا بيبقوا شبه بعض الصحاب؟ لا هم لازم يكونوا شبه بعض. من الاول قصدك؟ طبعا. انا لو حسيت ان هو مش على النبض بتاعي او مش على الصيغه بتاعتي انا هبعد عنه. ليكم شريك ثالث ولا انتوا بس كده ومقفوله الدايره؟ لا احنا بس. ربنا يديم صحوبيتكم، ومبسوطه جدا ان انا اتعرفت عليكم النهارده. شكرا. صاحبك بقى لو معاك انت بقى 1000 جنيه وهتشتري بيهم حاجه، وصاحبك ده مزنوق فيهم عشان هيطلع مع الكراش بتاعته اللي هيخطبها، بصراحه كده هتديهم له ولا ايه؟ ولا هتبخل بيهم؟ ماذا أقول وأي شيء يقال بعد كل ما قيل، وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ طب بالظبط انهي واحد فيهم؟ اهو صاحبك اهو. صاحبي ده؟ ده من عينيا. من عينيا يا عم اديهم له، اهم حاجه ان هو يتجوزها بس ويمشي بما يرضي الله، مش اكتر من بحيرهم ليه؟ والله ابدا، يعني احنا اصحاب من 4-5 سنين، بس الفكره كلها جت
يعني ان طبعا كل واحد عنده مسؤوليات وعنده حاجات التزامات بيجهز لها، بس مش اكتر من كده يعني. علاقتنا بقى الصاحب الجدع بقى ليه مرتجع الصاحب الجدع ملوش مرتجع خالص. صاحب رزق. اكيد طبعا، اكيد. في نهاية حلقتنا عاوزين بقى نوجه رسالة لكل صاحب جدع ان الصاحب الجدع ملهوش مرتجع، بس بصوت واحد: الصاحب الجدع ملهوش مرتجع. الصاحب الجدع ملوش مرتجع. شكرا. مساء الفل. قولوا لي كده، اول حاجه بتيجي على بالكم لما بتسمعوا كلمه صاحب؟ الصاحب الجدع بيوقف مع اصحابه يعني بجدعان، يعني بيكون صاحب اكتر من الاخ. يعني عايز تقول لي ان الصحوبيه عندك جدعنه؟ اي طبعا، نجي الصحوبيه جدعان زي استاذ محمد طبعا. انتوا اصحاب؟ اي اصحاب. طيب فاكر اول صاحب اتعرفت عليه في المدرسه؟ اسمه يعني مرحله يعني. ايوه اي مرحله. اول صاحب اتعرفت عليه وانت في الدراسه؟ اسمه اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله، بس مش متذكر والله. مش متذكر. طب كان اي مرحله؟ اللهم صل وسلم. يعني كان عندك صاحب مثلا في ابتدائي عزيز عليك فاكره لحد دلوقتي، اسمه فاكره؟ اسمه علي مرسي. صح. علي مرسي. لسه فاكر الاسم ثنائي؟ ايوه طبعا. طيب قول لي ايه الحاجه اللي ما تقبلش ان انت تبقى يعني مش موجوده في الصاحب بتاعك؟ حاجه كده يستحيل تصاحب شخص عنده ايه؟ يعني يكون مش كويس، يعني لازم ابعد عنه، بس هيك كده. مش كويس يعني ايه؟ اديني صفه استحاله تقبلها في صاحب. يعني مثلا صفه تكون في يعني جدعنه او حاجه زي كده، مثلا ببعد عنه. الخاين مثلا؟ ايوه زي كده. كلمة الصاحب ساحب دي بجد؟ الصاحب ساحب، يعني يسحبك لفوق ينزلك لتحت. فاكر موقف حصل ضحكك قوي انت وواحد صاحبك وكل ما تفتكره تضحك لحد دلوقتي؟ يعني مواقف كتيرة كده مع اصحابه، يعني الحمد لله، يعني كده اهم. الصداقة دي حاجة كبيرة جدا، لكن احنا بنفتقدها في الايام دي طبعا. لكن بنفتقد اختيار الصديق ولا اصلا عنصر الصداقة نفسه؟ صار للاسف الصديق، لكن في اغلب الاحيان الواحد يعني بيتخدع في ناس كتيرة. لو سمعت مقولة الحزن في قلبك أضعاف في قلبي، مين اللي تقول له كده؟ نعم. الحزن في قلبك أضعاف في قلبي، مين اللي قوي تحس معاه بالكلمة دي؟ صديق طبعا، صديق المخلص. عندك اسم تقوله لي؟ ناصر، واحد الأستاذ ناصر وأستاذ محمد، دول من أنا بعتبرهم دول اللي هو ينطبق عليهم المثل: رب أخ لم تلده أمك، اللي هو الصديق الوفي. حضرتك قول لي مين اللي تقول له الحزن في قلبك أضعاف في قلبي؟ اسم يعني؟ عايزة صاحب كده تقول له الكلمة دي. هو الاستاذ محمد صاحبه، هو اقوى واحد. ربنا يديم صداقتكم وصحبتكم يا رب، وتفضلوا دايما في احسن الاحوال. شكرا.